السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هقولك على 4 اطباق. لو ما معكيش الا 100 جنيه هتعمليهم ان شاء الله، وهينفعوكي في الفطار، هينفعوكي في الغدا. اول حاجة كده نسمي الله. انا هنا معايا بتنجان كوبي، هقطعه مكعبات. عايز تقطعيه شرايح براحتك، يعني احنا هنعمله سلطة بتنجان. انا هنا مقطعاه مكعبات، هنزله في الزيت على طول لغاية ما ياخد اللون الذهبي. طبق سلطة البتنجان ده يا بنات تحفة تحفة تحفة، جربوه ان شاء الله يعجبكم. صلوا على الرسول يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هخلص كل الكميه بقى بتاعتي. بصوا هنا انا هحتاج 3 طماطمات، قطعيهم برضو مكعبات صغيره. معايا فلفل اخضر، هنا انا معايا فلفل اخضر حار، ده انا هقليه مع البتنجان، بيدي طعم حلو قوي. هنا انا هحتاج معلقه خل، ليمونه، ثوم مفروم. انا هنا حطيت فلفل احمر كان عندي مفروم، وكمون وملح. ظبطي الملح بتاعك. هتنزلي بقى الطماطم اللي احنا قطعناها، بس كل كميه البتنجان اللي انت قليتيها نزليها. ده الفلفل اللي انا كنت قليته. الطبق ده تحفه، جربوه ان شاء الله يعجبكم. كده احنا خلصنا اول طبق. شكله تحفه وطعمه تحفه، ان شاء الله تجربيه ويعجبك، ومش مكلف. هينفع معاكي فطار، هينفع معاكي غدا. تاني طبق معانا هنعمل بابا غنوج. انا هنا معايا بتنجانه كبيره، هتخرميها وتشويها. كده كانت اتشوت. هنا بقى معايا توم مفروم وعليه فلفل، هحط خل، هحط ليمون، ملح، زيت، معلقه طحينه في الكبه. انا قشرت البتنجان وهنزله على كل التوابل اللي انا حضرتها دي، وهضربه في الكبه. انا بحب اضرب البتنجان الصراحه في الكبه. بصي شكله تحفه وطعمه كان تحفه جدا جدا. بس واحنا كده خلصنا تاني طبق. تالت طبق، انا هنا معايا بطاطس هقطعها صوابع، ولا تخينه ولا رفيعه. هنا هحتاج توم، انا عامله ضربها في الكبه بالفلفل. هنا هحتاج ملح، كمون، وزودت معلقه فلفل احمر مطحون. صينيه البطاطس دي انا هحتاج لها معلقتين بس زيت. جربوا بقى صينيه البطاطس دي ان شاء الله وتعجبكم. لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنت. بصي انا هحط لها نص كوبايه ميه، وهحطها على البوتاجاز من فوق. خلاص دخلت في السوا، هدخلها الفرن تاخد بس وش تتحمر كده. كده خلصنا تالت طبق. هنبدأ في الرابع، هنعمل فول بصلصة. هنا نزلت قرن فلفل حار، معايا ربع معلقة توم، هديهم يدوبك لون كده، واروح نزل عليهم طماطمية مقطعها برضو مكعبات صغيرة، ربع معلقة كمون، وظبطي الملح بتاعك. اخر حاجة هنحط الفول. احنا كده عملنا 4 اطباق، ينفعوا معاكي فطار، ينفعوا معاكي غدا، وطعمهم تحفة جدا. ان شاء الله تجربيهم يعجبك. كده هنخلصنا الفول، اخر طبق. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.